يا جمال الرز بلبن بطريقتي، تعالى أقولك ازاي تعمليه ويطلع معاكي أحلى من المحلات، كريمي وطعمه في حتة تانية يجنن بجد. يلا بينا نشوف الطريقة. في حلة على النار هنزل فيها بنص كوباية رز مغسول ومتصفي وعليهم كوبايتين من المية، هغطيه واسيبه يتسلق حوالي ربع ساعة. وكده بعد ما اتسلق هنزل عليه بلتر من الحليب اللي هو بما يعادل 4 كوبايات مليانة. والسر اللي يخليه كريمي انك تحطي نص كوباية رز بس على اللتر حليب، كده دي اظبط مقادير هتخليه معاكي كريمي. واخر كوباية لبن، وبعد كده هنزل عليه بكوباية سكر. كوباية السكر دي هيبقى مسكر ومظبوط، لو عايزة تزودي زودي. وهقلب فيه بقى لحد ما اللبن يغلي كده مع الرز لمدة مثلا 5 دقايق. وعندي كمان معلقتين كبار نشا هدوبهم في نص كوباية لبن او مية، هنزل بيهم كده على الرز بلبن وهقلب، هلاقي على طول القوام تقل معايا واتظبط. يغلي كده غلوتين ويبقبق معايا، وهنزل عليه بمعلقتين كبار من القشطة او وش اللبن. وبعد ما بضيف القشطة بديله تقليبة كده. واخر حاجة معايا هضيفها كيس من الفانيليا. وبس كده هطفي النار، وكده بيكون جاهز احلى رز بلبن. وعلى طول هغرفه في برايم الرز بلبن. ومن كيلو اللبن ونص كوباية الرز عملوا معايا 14 طبق رز بلبن. ادخل البرايم تحت الشواية ياخد وش ويطلع بالجمال والحلاوة دي. وبعدين لما بيبرد بدخله التلاجة. وبس كده، دي احلى طريقة تعملي بيها الرز بلبن. لو عجبتكم اعملوا لي لايك ومتابعة وقولوا لي رأيكم في التعليقات. سلام.